السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا يا ربي ديما فرحانين وناشطين. كما تشوفوا التصاور، هذا سوق جديد ديال الجوطية سميتو تو ماركت. طولو او نيورو، يعني كل شيء اي حاجه تحطي فيها يدك في هذا السوق بعلي او نيورو، ولا تساوي اورو اللي هي 10 دراهم مغربيه. البلاصه فين كاين في كاي سامورا 78 برشلونه. لا برشلونه. هاد البلاصه هادي فين دار فيها السوق ديال اون دو كراج. شحال مره درتو فيها داك اللي داير بحال الديبو كبير، باراطه ديال المترو لينيا اماريا، لينيا الصفراء. يعني اللي بغى يجي لهاد السوق وطبعا الحال غيسول على دريسه سامورا 78، راه غادي يوريوه زعما الناس فين كاين. انا كما تشوفوا رانا صورته من الداخل كاع، باش حيت هذه الطبقه الثانيه ديالو، باش تشوفوا ما صوميناش، تشوفوا كيفاش زعما هو داير في الصاله ديالو من الداخل. هو الصراحه زوين ان هذه الفكره ديال انه كلشي باورو، ولكن راه الصراحه راه الواحد ما يمشي ليش غير على قضيه وحده، هو تيكون سخون الصهد، تيكون بنادم بزاف، والزمت ولا النفس ديال بنادم صراحه تتخنقي دغيا تبغي تخرجي. هذا هو الخايب فيه. المهم ما علينا، المهم هو انكم تشوفوا شنو كاين في هذا السوق. وكيف ما قلت لكم راه كلشي باورو، كلشي باورو، اي حاجه بغيتوها في هذا السوق اورو. صراحه رخله، كاين حوايج زوينين. انايا ما شريتش بزاف تاع الحوايج منه، ما عرفتش، ما بان ليش شي حاجه ما نشري، ما شريتش. اولا انا دابا راني كنسجل، يعني كنهضر وكنشوف في الفيديو، عاد بداو كيبانوا ليا كما العاده حوايج اخرين. وملي صراحه ملي نفكر تنبقى نضحك بيني وبين راسي، لحقاش ديما تطرى ليا سبحان الله. ما علينا، الواحد فاش يكون في السوق اكيد تيولي شويه ديسبيستادو، ما غيقدرش يشوف كل شيء. ملي كاين الواحد ملي كيكون عارق وسط التفاصيل، فما غاديش تبان ليه شحال من حاجه، ماشي بحال فاش تيولي تيشوف الحاجه يعني من وجهه اخرى ولا من بلاصه اخرى. فبطبيعه الحال تيبانوا ليه بزاف تاع الحوايج. كما تشوفوا هاد الناس هادو عندهم داكشي غزال وزوين صراحه، يستاهلوا. الثمن رخيص، رخيص جدا، يعني الواحد يمشي ليه راه يدي معاه جويب عامر راه ما يشري. يعني كانوا بزاف تاع الحوايج الصراحه اللي يقدروا يتشراو، وبانوا ليا المغاربه بزاف. من هنا تحيه ليهم. هذا يعني ان على الاقل هاد الفيديوهات اللي كندير راهم فادوا الناس، والناس ولاو كيعرفوا البلاصه ديال السواق. وطبيعه الحال انا كيف ما العاده غنخلي لكم اللينك ديال هاد لاباج ديال الفيسبوك ديال هاد السوق، باش تقدروا تعرفوا الموعد المقبل. وطبيعه الحال غادي فاش غتقرب له توصل الوقيته، غادي ندير لكم عاود فيديو نوري لكم فيه التوقيت اولا المواعيد المقبله لهذا السوق هذا، ونخلي لكم التفاصيل بطبيعه الحال. المهم كيف ما تشوفوا هادشي راه يعني فيه ما يتشاف صراحه، ماشي ما فيش. هادشي ديال الكريستال صراحه حمقني. والطويجنات هادو غزالين، شي شافهم صاحبتي قالت لي الطويجنات مزيونين وصغيورين، فانا كنت صراحه باغا نشريهم باش كديكور، ولكن ما عرفتش جاوني صغار بزاف، يعني ما تقدرش تحطهم فوق الطبله ولا تحطي فوقهم شي حاجه بحال هكا، ما عندهمش شي حجم كبير. كيف ما تشوفوا هنا راه السباطه، الحوايج، كلشي كاين. طبعا الحال ديبيندي تاني على الطايات، كل واحد والطايه اللي تقدر تجي قدو. المهم راه كاين ما يتشرى، كاين السيكان، كاع هادشي اللي كنوريكم دابا راه اشياء تارت الانتباه ديالي. طبعا الحال نتوما ملي غادي تمشيو للسوق، راه كل واحد غادي يقلب على داكشي اللي تيثير الانتباه ديالو، ولا داكشي اللي جاي باغي يقلب عليه اصلا، اللي باغي يلقاه. هذا سوق مخلط، فيه الجديد فيه القديم، يعني بحال هاد الكتب هادو كما تشوفوا راه باينين جدادين، يعني ما يقدروش يكونوا قدامين. وشحال ضحكنا الصراحه، لانه قالت لك الناس تيشريو في الكتب وحنا حاضين عيل الحوايج. هذه صراحه فكره فكره صراحه اننا حنا ما تنهتموش بزاف في الحوايج، وما ما تنهتموش بزاف على الكتوبه وداك الشيء اللي ممكن انه يفيدنا، ما تنهتموش به بزاف. حنا تندخلوا بغينا على الحوايج، الصباطه، الماعن، خصوصا العيالات، الماعن تاع الكوزينه لعلك ترضى في الشريان. المهم ما علينا، هذه الصديقه ديالي كانت تعاوني فاش كنت نصور. تاع الانتباه هاد الستيل هذا ديال السراول انا صراحه ما عنديش معاه، بحال شكل هيبي وخلاص، يعني سبور جاي سبور. انا ثارت الانتباه ديالي واحد الامريكانه في واحد اللوين زوين، انا غادي نوريها لكم دابا، راه قلت لها جبديها باش يشوفوها. بغيت نوري لكم بلا انه كاين شي، كاين يعني ما يتشرى. ديما الجوطيه فيها ما يدار، فيها ما يتشرى. وكاين شي حوايج بطبيعه الحال بحال هاد الامريكانات ما تيموضاوش،
يعني غادي تلبسيها هاد العام وتلبسيها العام الجاي وتلبسيها واخا تكون اللون اللي كان فيها ما غاديش تموضه. هذه بارادة ثانيه حتى هي كانت فيها الماعن، فيها داكشي مخلط معن وديكورات ولعب تاع الدراري الصغار. والعجيب في الامر انه ممكن شحال من لعيبه شفتها نحاس حقيقي وبلاطه حقيقيه، بلاطه يعني فضه، وداكشي كيقولوا لهم غير اون اورو. فهذا هو الزوين في الامر، هو انه يعني التروك هو انه كتشوفي الحاجه باورو، اي حاجه حطيتها على سبعك كتقول لك اورو، ما كتساوى معاك، ما كتزيد عليك، الثمن ما طالعش، وممكن تقداي داكشي اللي بغيتي. يعني صراحه ثمن مناسب جدا مناسب. هو الصراحه الحوايج ما كانوش بزاف، يعني شي حاجه لا غنقول لك انايا غادي تثير الانتباه ديالي ونشريها ونلبسها، يعني شي حاجه عصريه ما كانتش، كان داكشي الصراحه الحوايج قدامين شويه، ولكن بحال هذا الشيء ديال الاكسسوارات وهذا راه بطبيعه الحال داكشي كاين، داكشي راه مشى ضموداش، ولا الالعاب ديال الدراري الصغار او الكتوبه او القصص او لي كاسيت او داكشي راه بطبيعه الحال مشى ضموداش. راه اي حاجه عندها العشاق ديالها، واي حاجه عندها سميتو عندها تيقول لك كل مشى طار ليا يعني هذاك المثل، شي حاجه وكيالو كل حاجه عندها كيالها، ولا المهم اللي عرف هذا المثال بالمناسبه يكتبوا لينا في شي تعليق باش اللي ناسي يتفكروا بحالي دابا. انا كيف ما كنسى شحال من حاجه كنبغي نقولها كنسى طرطر ليا من بالي، لحقاش اش خلى داك الشلاب وكما يتقال. ولكن تنحاولوا ما امكن نختصروا الهضره وما نبقاوش غير بلا بلا. هاد القوامج هادو كنت خديت واحد القوامج هي باورو ديال بيمكي، فيها بيضه، هي سامبل جايه بيضه سامبل، وفيها بحال القيطارات صغيورين بالكحل. هذيك دابا بحال هذيك واخا تكون اسبرو منقطعه اولا فيها شي زواق، المهم تكون بيض وكحل، فهي تقدر تجي مع اي حاجه كحله. هنايا كتشوفوا انا دخلت للطبقه الثانيه وصورت من الفوق كاع عاوتاني باش تشوفوا تاخذوا نظره شامله على شنو كاين في الفوق. وهذه شويه معلقه عليهم كتبان لهم انكريديبل، زعما راه شي حاجه واو، انه فعلا اورورا راه الخاله. هنا حبيت وبغيت وما كرهتش نشارك معكم هذه الوصفه هذه ديال الطرطاليطاس اولا ديال ميني كيش. المهم انا غنصايب معكم هنا غير العجينه، وما غاديش نكتر فيها الملحه، ما نكترش فيها الحلاوه، غادي تجي بين وبين باش يقدر الواحد يدير بها هكا وهكا. هاد الدقيق اللي وريتكم راه سميتو ارينا دي فويرسا برار، يعني مكتوبه فيه ريبوستيريا، يعني داكشي الكيكات وسميتو. الدقيق ديالو الصراحه زوين، خصوصا هذا ديال الديار انا جربته، هي ماركه بلانكا ماشي ماركه يعني باينه، ولكن ماركه زوينه. هنا درت مليحه، درت شويه سكر، درت الزبده. غادي نخلي لكم المقادير لتحت. تقريبا الزبده هنايا 250 غرام تاع الزبده، جوج بيضات. غادي غنخلط هادشي مزيان، يعني غير يدويا حتى يتجانس. واخا غتبان لكم ديك الزبده ما متجانساش، ولكن راه اون فوا غادي نديرو فوقها الدقيق كلشي غادي يتخلط مزيان. بطبيعه الحال غادي ندلكوها مزيان. غنزيدو هنايا الدقيق درت 250 تا هو غرام، ولكن عينكم ميزانكم، يعني الا كان تيشرب داك الدقيق ضروري غادي تزيدوا باش شويه تجمع لكم. وانتم محدكم تجمعوا، محدكم تعرفوا القياس ديال الدقيق واش غادي يخصك تزيدي ولا غادي تحبسي في هذيك البلاصه. هي راه تتكون رطبه، ما تكونش قاصحه، تكون هشيشه شويه، وفي نفس الوقت تكون طايعه في الايد. فملي غنبداو اصلا نقرصوا فيها ما غاديش نحتاجو نديروا لا زبده لا حتى شي حاجه. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال، يعني راه هذه الطريقه غنيه عن التعريف، يعني غير بغيت كانوا نشاركها معكم لحقاش انا ما تنديرهاش مثلا الا بغيتم حلوين تنديرها حلوه، ولا بغيتم مالحين تنديرها مالحه. لا، انا كندير قد الحلاوه قد السكر، وهذيك الحشوه باش بغينا نعمروها هي اللي خاصني نتحكم فيها، الحلاوه ديالها تكون ناقصه ولا زايده، ولا الملوحه ديالها تكون ناقصه ولا زايده، هادشي اللي كان. المهم ها انا جمعت العجينه ديالي كما تشوفوا راه شاده راسها، يعني ماشي ما قاصحاش وما جارياش في نفس الوقت. غادي ندير لها شويه تاع الدقيق، واحد 10 شويه الدقيق، غادي غندلكها بعدا واحد شويه مزيان. انا هنا زدت لها شويه ديال الدقيق فاش كنت ندلك فيها، حيت بانت ليا بحال باقا مرخيه، فزدت لها شويه دقيق، دلكتها مزيان اللي ما بغاش يدلكها ماشي ضروري، انا دلكتها شويه مزيان باش تولي طايعه ليا في يدي. غادي نغطيها 5 دقائق بالحساب وغنعاود نعريها، وغنحاول دابا نبدا نبسطها، ما نرققهاش عاوتاني بزاف، تقريبا شي سنتيم ديال العرض كيما تشوفوا معايا. راه غادي غنمشي معكم دقه دقه تشوفوها.
يعني انا جربت بزاف تاع الوصفات، ولكن هذه الصراحه هي اللي صدقات لي، تيجيو هشاشين مقرملين الصراحه روعه. وكيف ما قلت لكم، يا اما الملح يا اما الحلو اللي بغيتو نتوما. ديما هذيك الطباعه باش غادي نطبع تكون كبيره شويه على القالب اللي غنحط فيه، باش تجيني نيشان، ما تجينيش صغيره وما تجينيش كبيره، ويكونوا الجناب طالعين عليها. هاد العجينه اللي كتشوفوا دابا راه خرجت ليا تقريبا 20 حبه بالضبط، وشعط ليا شويه. يعني لو كان زدك شويه تقدر تخرج ليا تقريبا شي 15 خمسه اخرين بهذيك العجينه، فغتخرج ليا 15 حبه. هذا الشيء اللي كاين. كما تشوفوا غنبدا نلبس هذاك القالب، نلبس به العجينه، وشوفوا السمك ديالها كي داير. خاصها تكون شويه غليظه، ما تكونش تاني، حيت واخا درنا فيها الخميره راه ما كثرناش، ما غاديش تنفخ بزاف، غير وكان تنفخ لينا عاود شويه باش تجي هشيشه، ما تجيش مدقصه. غنحاول ما يمكن نلبس دوك الجوانب ونخليهم شويه طالعين، لحقاش اون فوا تدخليها الفران تتجمع ديك العجينه وتتهبط على الجوانب. فان المهم عندي هو ان دوك الجوانب يبقاو واقفين باش تبان ديك الزواقه من الجناب. هذا هو الهدف ديالنا من هادشي كامل. بطبيعه الحال غادي نديروهم بالفرشاط باش ما يتنفخوش، رغم انا متاكده ما غاديش يتنفخوا لحقاش ما مكثرينش فيهم الخميره، ولكن حتى حسوا بان لي ذلك غنشدوهم حنايا. كيف ما تعرفوا هذه معلومه راه شائعه بزاف، كاع الناس عارفينها. غادي نبداو بالفرشيط. الفكره ديال اللي بغى يدير الحمص يدير، ولكن انا تنفضل انا بهذه الطريقه. كيف ما تشوفوها هو الشكل النهائي ديالهم، وراه كيخرجوا زوينين وهشاشين بزاف. انا هنا وريتكم غير صور نتمنى يكون عجب لكم الفيديو وخليت لكم الراحه.